انه هذا الشيء. فنحن ما راح ندخل بالموضوع لانه سمعتوا انتم الطرفين. ولكن يا جماعة يعني الطلاق تم، يعني هي طليقته، هي سمعت انه هو تزوج صاحبته، بعتقد ممكن يكون هاي الكلام ناقص، ممكن يكون زائد، صاحبتها. فهي أدت إلى صدمة. مليون ألف مبروك من قلبي، مبروك. طبعا هي بتحبه رغم أنه هي مطلعة عنه، يعني أنه مفكرة أنه ترجع، فهذا الشيء اتس اوكي يا جماعة. اللي صار أنه هي متعلقة بالإنستغرام أو متعلقة بالسوشيال ميديا بشكل كبير. في أصحاب الأشرار، أصحاب الأشرار أنتم شايفيني، الله لا يوفقكم. المهم يا جماعة، اصحاب الاشرار هن حاسدين، ولكن مبينين انه هن ناس كتير ملاح، ولكن هن اشرار. بيروحوا على المرأة. طبعا المرأة لازم ما تطلع اسرار البيت لاصحابها، لانه الاصحاب عندهم غيرها. حتى لك حتى شو ما كانوا الاصحاب، ما بصير شيء، اسرار البيت ما لازم تطلع. الاصحاب هن اشرار، يعني قد ما كانوا الاصحاب، فهن الاصحاب الاشرار لعبوا بعقلها، خلوها ترفع دعوة طلاق، انه بداعي طبعا حسب ما حكى الطرف الاخر انه هذا كان قصة مشان يجمعوا شوية اعلانات ولايكات وهالقصة هذا، وانه من هالقصص هذا، وانه بتطلقوا من القصص هذا وبعدين بيرجعوا وتصير ضجة وترند، وهذا الشيء اللي صار فعلا. ولكن هذا الشيء انقلب لحقيقة. يعني هذا الشيء أصحاب الأشرار ضلوا يلعبوا عليها لحتى خلوها ترفع دعوة. وطبعا هو قال إنه تم الطلاق بمصريات 20,000 دولار، وتم الطلاق. بعدين هي بتسمع إنه زوجها أو طليقها، طبعا أنا نوضح هي الصورة، طليقها تزوج ممكن صاحبتها، نحن ما بنعرف يعني لحد هلا، كل واحد بيحكي على كيفه، انه صاحبتها ولا شو، طلع اتزوج صاحبتها او هيك. فهي انصدمت، ردة فعلها ردة فعل صادقة. هلا هون ما عاد في تمثيل، يعني القصة انقلبت مثل شيء انه كان انه مدبر، او شيء مثل انه لجمع لايكات وهيك، تغير لحقيقة. وكانت ردة فعلها طبيعية جدا من شخص بيعشق الطرف الآخر أو بيحبه. هذا الشيء أنا بعرفه. فهي بتحبه، كانت متصورة إنه أوكي مشاكل وإنه يرجع لها. فهي لما سمعت الخبر انصدمت يعني، وألف مليون مليون مبروك ومبروك هالقصص هذا. فهي انصدمت يا جماعة، هذا الشيء هي بتحبه. والأصحاب الأشرار خلوها تخرب بيتها، الله لا يوفقكم. المهم يا جماعة، الله لا يوفقكم، انا بعرف انكم عم تسمعوني، الله لا يوفقكم. فالمهم يا جماعة، حلو العلاقات الزوجية انه يكون في احترام بين الطرفين. طبعا في فيديو تاني حركات مو حلوة، كان تصوير مو حلو، حركات بالاجر، والله يعني اقسم بالله انا استحيت اني انشر على هالفيديو. يعني انا ما تابعته للفيديو لانه فيه كلمات جدا رديئة، كلمات مو حلوة. ليش ما تصلوا لهالمستوى؟ عيب يعني. الاحترام العلاقات، لا تخلوا علاقاتكم تصل لمستوى متدني. يا جماعة، ونصيحة لكل زوج وزوجة، علاقاتكم مشاكلكم العائلية ما تخبروا فيها الطرف الآخر. يعني أنت متزوجة ما تقولي شو مشاكلك، أبوك كيف يعنف أمك، كيف يسب أمك، كيف بيتعامل أخوك، لأنه هذا الزوج رح يتعامل معك على نفس الأساس. أنت جاية من نفس البيئة، يعني أنت جاية من بيئة فيها سب وشتم وهالقصص هاي. نفس الشيء الزوج إذا بيحكي لزوجته إنه أخوه أبوه بيسبه هيك، نفس الشيء رح تتعامل الزوجة. يعني شيء، لا تتصور إنه الزوجة أو الزوج يعاملك كملاك. فهي القصة يا جماعة، ففتحوا مخكم علي، أنا عم بعطيكم زبدة الموضوع. فمشاكلكم العائلية، الزوج أو الزوجة ما تخبروا فيها الطرف الآخر، يعني الزوج أو الزوجة. ثاني شيء يا جماعة الخير، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسب القانون الأمريكية أو الأوروبية، الزوجين بيتقاسموا الأملاك بعد الطلاق. طبعا الطلاق له مدة سنة. هون أنا بحكي على ألمانيا،
لازم الطلاق سنة مثلا، بيعطوكم فرصة سنة ممكن تتصالحوا وبعدين بيتم الطلاق وهالقصص هذا. الطلاق الأملاك لازم تتقاسم بين الطرفين. طبعا في شيء اسمه شرع الله، وفي شيء اسمه شرع القانون الدولة اللي انتم ماشيين فيها. فإذا انتم بتخافوا الله، مثلا انتم، أنا لما بروح بدي أتزوج، طبعا أنا غير متزوج لساتني الحمد لله، فبروح مثلا بشوف بنت انا بعاهدها، طبعا هذا شرع الله، هاي البنت لازم تخاف الله لانه هذا شرع. بقول لها انا مثلا 5000 يورو، 10000، 20000 يورو، هذا هو متقدم متاخر لإلك. فانتوا هون عند الطلاق المرأة اذا بتخاف الله حكم الله وشرع الله ما لازم تطالبوا بنصف الميراث، وهو نفس الشيء، لانه انتوا بالنهاية عم تنفذوا شيء شرع الله. يعني انتوا بالنهايه شيلكم انكم الدوله، فانتوا طالما حاطه حجاب بتخافوا الله بتصوموا بتصلوا، فشيلكم من قانون الدوله. هذا الشيء بترجع بيناتكم اخلاقيا، وشيء حكم الله انكم تقسموا الميراث. مثلا هو قال له 10 20000، خلص تفضلي هي المتقدم متاخر تبعك وخلصت القصه. هي هون ما ترجع تقاسموا ولا شيء، لانه هذا التقاسم هو قانون الدولة وليس قانون الشريعة الإسلامية. طبعا هذا الشيء آخر، أنه هو سجل أملاكه لمرته الجديدة أو لأمه، هذا أملاكه. فنحن بنرجع للعقد الشرعي المسجل بين الزوجين. شو هو العقد الشرعي؟ قد ايه كاتب؟ لا، برجع لها مصرياتها، خلصت القصة. شلنا من هالموضوع يا جماعة. المهم نرجع للخطوة رقم 3. ردة فعلها مليون ألف مليون مبروك، والله من قلبي مبروك. حدا بيحب التاني، حدا بيعشق التاني، حدا مصدوم. بتمنى كانت انه ما توصلوا طبعا في اطفال بيناتكم، ما تصلوا لهيك مرحلة انكم يعني، وخلي بيناتكم احترام ولا تدخلوا. طبعا زوج بيغار على زوجته، يعني تشوف والله عم تحكي مع فلان بتحكي علان والقصص، والله يعني لك الرجل لازم يكون عنده غيرة. الرجل رجل، اذا ما بغار الرجل شيله كبه بالمزبلة. يعني الرجل بيغار، لا هذا رجل، اللي ما بيغار مو رجل. فانت بدك رجل ولا ما بدك رجل؟ انت بدك واحد بحبك وهيك، فلازم تسمع على القليل كلامه. يعني هالقصص هذا يعني ايه. هلا انا ما راح ادخل بمواضيع صار بيناتكم، ولكن الله يصلح بيناتكم، الله يوفقكم. ولكن اللي صار هو تراكمات وهون والقصص. يا جماعة متزوجين بدهم يتزوجوا، احترام، خلي عنكم ليمت، وحاولوا لو تجاوز الطرف الاخر الليمت او الحدود او المستوى، حاولوا انكم توقفوه، تاخذوا موقف لحتى يعرف انه هو غلط، يرجع يصلح، يرجع يعامل. لانه البيت لازم يبنى على بنيان مرصوص شريعة وهيك حلو. يعني الاحترام بين الطرفين. هلا الانسان بيغلط، انا ما بقول لكم ما بيغلط، الانسان بيغلط احيانا هيك، ولكن على الزوج الاخر او الثاني ولا هيك يصلح له، يوقف، ياخذ موقف مشان يعرف انه الطرف الاخر او الزوج او الزوجه ما يعيدوا يكرروا هذا الشيء. والبيت الذي يشتم او فيه مسبات وكفر وهالقصص، شو متوقعين من البنات والاولاد اللي عم تربوهم؟ يتربوا ما بصير كلام بذيء، كلام مو حلو، ما لازم يكون بالعائله. فتحوا مخكم معي، ممنوع ممنوع، كلام مو حلو بذيء ممنوع. اوكي، شاركوني في الانستغرام، فيسبوك، يوتيوب، انا بنشر اي شيء بدكم اياه. طبعا انا عدوني اخوكم، صديقكم، حبيبكم، كبيركم، صغيركم. طيب يعني اللي بدكم اياه اسمي على خلف، بتشرف فيكم، الله يوفقكم لما يحب الله ويرضى. الفيديو جدا طويل، ولكن الموضوع بده كان لازم نقعد نحكي. الموضوع مو كامل، ممكن يكون في ناقص، ممكن يكون صح، ممكن يكون في أجزاء غلط، فما بنعرف نحن، ولكن تقريبا هذا الشيء. الله يوفقكم إن شاء الله. تحية للطرفين، بحبكم أنا كتير. مع السلامة.